قطر بقى يتابع منتخب المغرب اينما ذهب حقيقه يعني. سود الاطلس ابهروا العالم كله باداء بطولي. منتخب المغرب هزم كبار العالم في تلك البطوله، ابرزهم اسبانيا بهزيمه مفاجاه وغير متوقعه الحقيقه. لكن المستوى كان الهزيمه ما كانش حد متوقعها، انما الاداء خلى الهزيمه منطقيه. ويبدو ان تلك الهزيمه خلت بعض الجماهير الاسبانيه شايله من المنتخب المغربي جامد. ده خلى بعض العاملين في الفندق اللي موجود فيه منتخب المغرب الآن في مدريد يسخروا من لاعيبة المغرب وتناولهم وجبة السحور، والسخرية امتدت للمعتقدات الدينية. مدير الفندق على الفور أدرك خطورة تلك التصريحات العنصرية، طرد الموظفين واعتذر للمنتخب المغربي اللي الحقيقة فرض على الجميع انه يحترمه ويحترم. بيحصل استعدادات ومباراه وديه بتاخدها منتخبات العالم في الفتره الحاليه، منهم المغرب اللي لعب ماتش ضد البرازيل، وكان اول منتخب عربي يفوز على البرازيل، فاز عليها 2-1 في طنجه. احنا عملنا ماتش جامد قبل كده مع البرازيل الحقيقه، منتخب مصر اعتقد عدد كبيره من حضراتكم فاكرينه، ماتش تاريخي لكن خسرنا. هم اول حد يفوز. فاز المغرب عليهم 2-1 في طنجه يوم الاحد اللي فات، اول امبارح. المغرب بعد الفوز ده بالمناسبه زي ما قلت لك اول فريق عربي وتاني فريق افريقي يفوز على البرازيل بعد الكاميرون. تاني فريق افريقي بعد الكاميرون واول فريق عربي. المهم المغرب سافروا لمدريد سما الاسبانيه عشان يستعدوا لخوض مباراه تانيه قدام المنتخب البيروفي. لكن اللعيبه تفاجئت بسلوك غريب جدا وهم في الفندق اللي مقيمين فيه في مدريد. عامل فندق في مدينة مدريد زي ما حضراتكم شايفين نشر على حسابه في انستجرام تعليقات عنصرية ضد لاعبي منتخب المغرب. قاعد يقول لك انا اضطريت اشتغل في وقت متأخر بالليل عشان اخدم منتخب المغرب اللي بيتسحروا يعني. قال لك احنا بنخدمهم في رمضان بسبب معتقداتهم الدينية، وقعد يسب ويشتم بعض اللعيبة. انا ما بحترمش رمضان ولا سخافة رمضان، وقاعد يقول كلام من هذا النوع. الدنيا اتقلبت في اسبانيا بسبب الكام ستوري دول اللي الموظف نزله. انت عارف العلاقات بين اسبانيا والمغرب شديدة الخصوصية والحساسية. اسبانيا بتحتل جزيرتين، اعداد المغاربة رهيبة جدا في اسبانيا. الغاز المغربي، قصص كتيرة حضرتك. بعد الستوري اللي نزل ده الحقير ده بتاع الموظف، جماهير المغربية اللي موجودة في مدريد يعني أعداد كبيرة جدا راحت للفندق وعملت زحمة وضغط كبير جدا هناك. الموضوع قلب الدنيا أكتر، وبدأت الصحف الأسبانية تكتب عنه وتندد بما يحدث، وبدأت تكتب على الفندق وازاي يحصل حاجة زي كده خاصة مع منتخب المغرب. ده الصحف الاسبانيه اللي بتقول لكل العالم، انظار العالم تتجه ليه بعد ادائه الرائع في كاس العالم. اداره الفندق على الفور ادانت تلك التصرفات. ندين تصرفات هؤلاء الموظفين. مؤكد اننا نحترم لاعبي المغرب وشهر رمضان وشعائر المسلمين. المتسببين فيما حدث سيكونون تحت تصرف الشرطه. اداره الفندق اصدرت بيان باسم واحد من المسؤولين، وطلعت واحد من المسؤولين في الفندق عشان تمتص غضب المغاربه مسلم ليوجه اعتذار للمنتخب المغربي وللعالم الاسلامي على تلك الكلام حقيقه يعني سيء جدا. وطلع المسؤول المسلم في الفندق قال لك بصفه الشخصيه انا عربي ومسلم وبحتفل بشهر رمضان زي العديد من الزملاء في الفندق، ولهذا السبب نشعر بالاذى مثل اي مسلم اخر في العالم. إدارة الفندق لم تكتفي بهذا عشان تبرأ نفسها من الموضوع تماما وتثبت أنه بعيد أشد البعد عنها. قالت إن اللي عملوا التصرفات دي مش موظفين رسميين في الفندق يعني بص بصراحة، لكنهم بيشتغلوا وقت الحاجة ليهم في وقت الزحمة والضغط. وقررت إدارة الفندق رفض الموظفين اللي تسببوا بتلك الواقعة ووضعتهم تحت تصرف الشرطة للرد على جرائمهم. الحدث ده يعتبر جريمة. دي اللي ذكرته صحيفة الاسبانية. موضوع ما وقفش عند طردهم من الشغل.
الشرطة الاسبانية قبضت على العامل تحديدا اللي عمل الستوري، وجهت له اتهامات بارتكاب جرائم كراهية. مدير الفندق هو اللي بلغ عن العامل مش المنتخب المغربي. المنتخب المغربي ما بلغش عنه، اللي بلغ عنه مدير الفندق، لان الموضوع كبر جدا يا جماعة. متحدثة باسم شرطة بلدية مدريد قالت ان المواطن الاسباني اللي عنده 27 سنة اوقف في الفندق يعني اتقبض عليه منتصف ليل الاحد، ويواجه اتهامات محتملة بارتكاب جرائم كراهية. اسبانيا بتتعامل بكل حذر مع اي حاجة تخص الملف المغربي والمغاربة للاسباب سالفة الذكر اللي قلتها لك. اضف الى معلوماتك تحدثنا بده برضو ان المنتخب المغربي انضم الشهر اللي فات لاسبانيا والبرتغال في ملف مشترك لاستضافة مونديال 2030. فالموضوع مش محتمل اي دبدبه في التوتر في العلاقات مع المنتخب المغربي في الوقت الحالي يعني. اللي لفت انتباهي في هذا الموضوع اللي بختم معاه حلقه اليوم مع حضراتكم تقدير والاحترام اللي وصل ليه منتخب المغرب حقيقه، وبقى يجبر الجميع انه يحترمه ويحترم عاداته وثقافته ومعتقداته. تاثير كاس العالم الاخير في قطر حقيقه والانطباعات اللي سابها عن المسلمين والناس اللي اقتربت بشكل كبير جدا، ازاي تم احترام ثقافه المسلمين واداره اي اساءه ليهم، وخصوصا في مجال الكوره. بتكلم على الانديه العالميه الكبرى في شهر رمضان السنه دي والجمهور المسلم بتاعها اللي ادرك مدى قوته وتاثيره. دي اوعى تستهونوا بتلك التاثيرات وتلك التوابع. تعامل المغرب واللعيبه مع هذا الواقع، مع تلك الواقعه، كان راقي ومحترم حقيقه. جيل مميز لاسود الاطلس يعني جيل مميز جدا ويستحق كل الاحترام. اذهب اخيرا